الهند بدأت العد التنازلي للتوغل داخل باكستان، ووزير الدفاع الباكستاني خرج وهدد بالسلاح النووي في تطور خطير ممكن يحرق العالم كله. ولو جينا نبص لأوروبا هنلاقي إن بوتين بيعلن عن تحرير كورسك وطرد القوات الأوكرانية بالكامل في خطوة تمهيدية للسلام بعد ما ترامب اجتمع مع زيلينسكي في أهم اجتماع في تاريخ الحرب دي. ومن ناحية تانية ترامب بيهدد قناة السويس وعايز يعدي منها سفلقة من غير ما يدفع دولار واحد. إيه اللي ترامب عايزه من مصر؟ وهل ده ليه علاقة بملف التهجير؟ وهل فعلا بدأ العد التنازلي للحرب النووية بين الهند وباكستان؟ وإيه اللي بيحصل على الجبهة الروسية الأوكرانية؟ كل دي أسئلة هنحاول نجاوب عليها النهاردة. أنا محمود طولان، وتعالى نشوف الرابط. التطورات بين الهند وباكستان بتاخد منحى خطير جدا، وزي ما قلنا في حلقة الأسبوع اللي فاتت فالصراع بينهم صفري، يعني ليس قابل للحل، أو ممكن نقول إنه الأكثر صعوبة. وده لأن قطع المياه بالنسبة لباكستان هو إعلان حرب، وبالفعل ما عداش يومين وبدأت بينهم الاشتباكات المسلحة. بحسب كلام وكالة رويترز فامبارح حصل اشتباك بالأسلحة الخفيفة بين القوات الهندية والقوات الباكستانية على طول الحدود بينهم. الحدود دي بتمتد 740 كيلو متر بين المنطقة الهندية والمنطقة الباكستانية في كشمير، ولكن مفيش أي طرف من الأطراف أعلن عن أي إصابات. والأخطر من كده هو اللي نشرته رويترز امبارح في مقال حصر ليها بأن خلاص التوغل الهندي بقى وشيك، والصدام بين الدولتين النوويتين أصبح مسألة وقت مش أكتر. وخرج وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف وقال إن باكستان ممكن عادي جدا تستخدم سلاحها النووي في حالة إن إحنا حسينا بتهديد وجودي. طيب هو ليه بيقول إن الحرب دي تهديد وجودي بالنسبة ليهم؟ لأن قطع المياه عن باكستان هتدمر الزراعة اللي بتمثل 23% من الناتج القومي الباكستاني، وبتوفر وظائف ل 45% من القوى العاملة عندهم. فمن الآخر باكستان داخلة الحرب دي وحاطة احتمال إنها ممكن عادي جدا تبقى حرب نووية. ونفس الكلام بالنسبة للهند. مجلة الإيكونوميست بتتكلم عن السيناريوهات المطروحة للحرب دي، وبتقول إن خلال اليومين الثلاثة الجايين بنسبة كبيرة قوي هنشوف عمل عسكري مع الهند. وبتقول الإيكونوميست السؤال هنا مش الهند هتنفذ هجوم ولا لأ، الهجوم كده كده هيحصل، ولكن السؤال اللي المفروض نسأله هو إيه سقف الهجوم ده؟ هنا المجلة بتطرح سؤال: هل الهند هتنفذ ضربات في كشمير الباكستانية لاستعادة الردع وخلاص، ولا هنشوف هجوم بصواريخ سكالب الهندية في مواقع غير المتنازع عليها؟ وخلي بالك صواريخ سكالب دي نسخة من صواريخ ستورم شادو اللي بتستخدمها روسيا ضد أوكرانيا، وبالتالي فالهجوم الهندي هو اللي هيحدد شكل الحرب دي، وهيحدد كمان طبيعة الرد الباكستاني. وبمناسبة الكلام عن روسيا وأوكرانيا، في خلال الساعات اللي فاتت حصلت تطورات في غاية الأهمية، وده لأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن القوات الروسية نجحت في تحرير مقاطعة كورسك، وطردت القوات الأوكرانية من أرضها، وإنها حاليا بتنشط المقاطعة وبتزيل الألغام علشان الحياة الطبيعية ترجع للمقاطعة، علشان تنتهي واحدة من أكبر المعارك في التاريخ الحديث. بنتكلم عن خسارة أوكرانيا لأكثر من 76 ألف جندي قصاد خسارة الروس لأكثر من 62 ألف جندي، وده بحسب الأرقام اللي أعلن عنها الطرفين، ودي طبعا الخسائر البشرية بس. تقولي طيب ده يفرق في إيه؟ أقول لك بحسب كلام وكالة رويترز فدي خطوة مهمة جدا للسلام، لأن روسيا كانت رافضة أي محادثات للسلام طول ما في قوات أوكرانية على أرضها، وبالتالي فكان طبيعي بعد إعلان تحرير كورسك إننا نشوف بوتين بيعلن عن وقف وتهدئة لمدة 3 أيام من يوم 8 مايو وحتى يوم 10 مايو. التهدئة دي بتتزامن مع جلسة تاريخية حصلت بين ترامب وزيلينسكي في الفاتيكان، وتوصفت الجلسة دي بأنها أهم جلسة عقدها ترامب من ساعة ما تولى الحكم في أمريكا. فيا ترى ايه بالظبط اللي دار في كواليس الجلسه دي؟ في جنازه بابا الفاتيكان جت وفود من كل العالم تحضر الجنازه طبعا، وكان من ضمنهم ترامب وزيلينسكي. زيلينسكي كان واقف مع ترامب، وفجاه جالهم رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون. ترامب سلم عليه وقال لماكرون سيبني انا وزيلينسكي لوحدنا عشان انا عايزه في كلمتين على جنب. وقعدوا القعده الشهيره اللي في الصوره اللي قدامك دي. التلجراف البريطانيه بتقول ان ترامب بدا الاجتماع المصغر بتاعه مع زيلينسكي، وقال ان هجوم روسيا الاخير على المدنيين ده شيء مقزز
وده فعلا ظهر في تغريدة ترامب على تروث سوشيال، وبدأ يلوم بوتين بشكل واضح جدا لأول مرة من ساعة ما جه البيت الأبيض. ولأول مرة ترامب يبدأ يقول كلام خطير جدا، وكتب على منصة تروث مرة تانية إنه بدأ يعيد التفكير في هدف بوتين في المفاوضات، وإن بوتين هدفه الرئيسي مش وقف الحرب، لا ده عايز يحقق أكبر مكاسب من المفاوضات، وإن ممكن ترامب قريب يفرض عليه عقوبات جديدة بسبب هجومه الأخير على كييف. الاجتماع ده طبعا كان أكتر اجتماع مبهج لزيلينسكي من بداية فترة ترامب. زيلينسكي خرج وقال إن دي أكتر محادثات إيجابية خاضها مع ترامب على الإطلاق، وهو ده بالمناسبة نفس الكلام اللي خرج من البيت الأبيض وقال إن المحادثات دي كانت مثمرة جدا، لكن روسيا هي اللي بتماطل. وقال ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي إن أمريكا بدأت تعيد النظر في موضوع الوساطة، وإنها ممكن تخرج منها لو حست إن مفيش منها فايدة. وطبعا كل الكلام ده يعتبر ضغط على الجانب الروسي اللي واضح إنه حاليا بيحقق انتصارات على الأرض بكل قوة زي ما قلت لك من شوية، ومش فارقة معاه إطلاقا إنجاز اتفاق سلام مع أوكرانيا اللي بتعاني حاليا من كل النواحي. طبعا ترامب من مصلحته إنجاز وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، لأن ده بيقربه أكتر من إنجاز اتفاق المعادن مع أوكرانيا بحسب كلام فاينانشال تايمز. والحقيقة إن دي مش المصلحة الوحيدة اللي ترامب بيدور عليها. ترامب حاطط عينه على مصلحة تانية في قناة السويس، وطلع وقال إن السفن الأمريكية كلها سواء تجارية أو عسكرية لازم تعدي في قناة السويس وقناة بنما مجانا وبدون دفع أي رسوم مرور إطلاقا. وقال إن لولا أمريكا القناتين دول ما كانوش هيبقوا موجودين، وأنا وكلت ماركو روبيو بإنه يستلم الملفين دول فورا ويبدأ يتصرف فيهم. طبعا الكلام ده ينفع يتقال على قناة بنما، لأن الأمريكان فعلا هم اللي حفروا القناة وبعدين اتملكوها. وفي سنة 1977 وقع الرئيس الأمريكي كارتر على اتفاق بيدي حق إدارة القناة لبنما، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ من بداية سنة 1999. أما قناة السويس فدي مفيش لأمريكا أي علاقة بيها تماما، ومعروف إن حفرها مليون عامل مصري، مات منهم 120 ألف عامل أثناء عمليات الحفر. بالإضافة إن كلام ترامب ده عبارة عن خرق واضح جدا للاتفاقيات الدولية زي اتفاق القسطنطينية اللي هدفه تنظيم حرية الملاحة في قناة السويس، زائد إن ادعاء ترامب حماية قناة السويس ده ادعاء مضحك أصلا، وخصوصا مع خبر إسقاط الحوثيين لطيارة F-18 أمريكية فوق البحر الأحمر وقت ما كانت بتحاول تتفادى النيران الموجهة ناحيتها من الحوثيين. بنتكلم عن طيارة قيمتها بتتعدى ال$60 مليون، يعني خسارة مهزأة بالنسبة لأمريكا. كلام ترامب ده لما انضموا على دعواته لتهجير أهالي قطاع غزة ونقلهم لمصر، هنلاقي إن في توتر بدأ يحصل في العلاقة بين مصر وأمريكا في الفترة الأخيرة، وخصوصا مع قرب زيارة ترامب للمنطقة في شهر 5 اللي جاي. الموضوع فعلا خطير جدا، وخصوصا تصعيد الكيان لعملياته في قطاع غزة. الكيان الفترة الأخيرة زي ما كلنا شفنا بدأ يدمر منطقة رفح تماما، وأعلن عن محور جديد بيفصل بين رفح وخان يونس وسماه محور مراج. الأخطر هنا بقى إن الكيان قرر فجأة يعلن عن منطقة إنسانية جديدة بين محور مراج ومحور فيلادلفيا، ودي منطقة على تماس مباشر مع الحدود المصرية. الكيان طبعا بيقول إن الهدف من المنطقة دي توزيع المساعدات على أهالي القطاع، وده هيكون عن طريق شركات أمريكية، وإن الخطة دي هتزود تدفق المساعدات على الأهالي بدون ما تروح في إيد حماس. لكن طبعا بمجرد ما يصعد الكيان عملياته أكتر في نفس المنطقة، هيضطر أهل غزة المحشورين بين الآليات العسكرية الإسرائيلية في محور مراج وبين القصف العنيف إنهم يهربوا، ومش هيكون قصادهم غير الحدود المصرية. وده طبعا خط أحمر ممكن يفجر الصراع تماما بين الكيان ومصر. فهل ده فعلا سيناريو ممكن يحصل؟ قول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش اللايك، وكالعادة شير الرابط.